السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة ديالنا. كنشكروا جميع المتتبعين اللي كيسولوا فينا، والحمد لله غادي يكون الرجوع ان شاء الله بالجديد. وكي تشوفوا معنا فاليوم غادي يكون عندنا واحد الفيديو خاص بالفريز الفراولة، اللي غادي يكون فيه طريقة التحضير ديال المربى ديال الفراولة، وطريقة التحضير ديال المركز ديال الفراولة، وطريقة الحمد لله اللي ناجحة 100%. وكي تتعرفوا معنا ففاكهه الفريز فاكهه موسميه اللي كتكون مره في العام، فما فيها باس نستغلوها في مربى اللي غادي يكون ناتشر ان شاء الله 100%، والمركز ديال الفراوله. وندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير، فبالنسبه لنا حنا درنا كيلو ديال الفريز، فكيلو ديال الفريز كنديرو فيه 540 غرام ديال السكر ديال سنيده، وكنديرو فيه نص حامضه. وناخذ دابا الفريز ديالنا. الفريز اللي كانت فيه النباته حيدناها، كنحيدو هذا اللور هذا ديالو من بعد ما كنغسلوه بالماء مزيان، كيتغسل واحد جوج نوبات ثلاثه. بالنسبه للخل فاحنا ما كنديروش فيه الخل، راه كيهري كيردو، يعني شي حاجه تيردو فتي. وراه تنعرفوا بان الفريز راه سونسيبل بزاف بزاف. يعني ندوزو دابا الطريقه بتاع نحيدو ليه هذا، كنقردوه على جوج او لا على اربعه على حسب الحجم ديال الفريز اللي عندنا بهذه الطريقه هذه. كنغسلوه مزيان مزيان مزيان. الفريز ديما كنغسلوه مزيان حيت كيكونوا فيه حشرات. وكي تشوفوا معنا فاحنا من بعد ما قطعنا هذا الفريز هذا ديالنا، فاحنا كنضيفوا ليه السكر ديال سنيده بهذه الطريقه هذه. يعني الكونتيتي كامله اللي عندنا تنضيفوا ليها كيف قلنا كيلو ديال الفريز، كنضيفوا ليه 540 غرام ديال سنيده، وكنديروا ليه نص حامضه، وكنحركوه بهذه الطريقه هذه، وكنخليوه بليله كاملها. ومره مره كنحركوه تيطلق الماء ديال الفريز. وبالنسبه للمركز ديال الفراوله، فحنايا خدينا كيلو ديال الفريز وضفنا عليه 300 غرام ديال سنيده، ومن بعد زدناه نص كاس ديال الحامض، وخليناه حتى عطانا هذا السيرو هذا كي تتشوفوا معنا كيطلق الماء بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخذوه كنطحنوه وكنصفوه من هاد الحبيبات ديالو، وكنديروه في علاب وكنديروه في الكونجيلاتور. وكي تشوفوا معنا دابا غادي نطحنوه. بسم الله. وطحناه بهذه الطريقه هذه. فندوزو دابا المرحله ديال باش نصفيوه. بسم الله. ما طحناه وصفيناه، فاحنا غادي نديروه دابا في الطويصات ديالو. بسم الله. هذه الطريقه الاخيره قبل ما ندخلوه للمجمد، وراه كيجي غزال انسان الناس اللي بيجربوه. وندوزو دابا للكونفيتير. وكي تتشوفوا معنا بعد ما طلق الماء ديالو، فاحنا كنديروه فوق البوطه على نار مهيله. من بعد ما كيطلع الغليه ديالو، فاحنا كنضيفوا عليه الحامض، ونخليوه يطيب ما بين 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. ومره مره نحركوه بهذه الطريقه هذه. ومره مره كنحيدوا هاد الكشكوشه هذه اللي كتطلع، هاد الكشكوشه البيضاء. بعد ما طاب فاحنا كنديرو التيست ديالو اللي معروف، فهو كنديرو واحد التبسيط في الكونجيلاتور. من بعد كنديرو فوقو واحد شويه ديال الكونفيتير، وكندوزو صبعنا الا تجمع دغيا فهو باقي ما طاب، ولا تجمع بقى ثقيل فهو راه طاب. وكيجينا بهذه الطريقه هذه كي تشوفوا معنا. من بعد كناخذوه سخون وكنديروه الطويصات ديالنا بعد ما عقمناهم في الماء طايب. من بعد فاش نديروهم في هاد العلاب هادو كنغلقوهم باحكام، وكنديروهم في قامله فيها الماء طايب. هاد القامله هذا خص الماء يكون واصل لهاد العلبه هادي النص،
يعني كيدير العمليه ديال السوفيد، كيفرغها من الهواء ومن بعد كنديروهم في الثلاجه، تنحافظوا عليهم في الثلاجه ديالنا. وانا سيادنا كي تتشوفوا معنا ها المربى ديالنا واجد، وها المركز ديالنا حتى هو واجد، وداكشي تبارك الله راه تيبان من غوم، وندوزو دابا للتذوق. وبالنسبه للمركز ديالنا ها هو طريقه الاستعمال ديالو، فكناخدو معلقه ولا جوج على حساب الانسان اش بغا. ها هو كنديروه في كاس ديال الليمون، كنحركوه بهاد الطريقه هادي، ونتذوقوا دابا نعمات المركز ديالنا. بسم الله. يا سلام. وكي تشوفوا معنا فالكونفيتير ديالنا ها هو كي جا، اللهم بارك. ما تفرقوش بينه وبين تاع الزنقه، لا تيكستور ديالو كي دايره، وراه صحي 100%، وما فيهش مواد حافظه، ونتذوقوا حتى هو ناعمس. بسم الله. يا سلام. وكنتمناو المركز ديالنا يعجبكم، والكونفيتير ديالنا يعجبكم، وحتى الفيديو ديالنا يعجبكم، وديروا لنا جيم وبارطاجيو هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.